انا بعزكم بقى، انا في وسط البحر والنيل بقى والطبيعة الجميلة والدنيا الحلوة. انا مش عارفة في ايه، بس انتوا فين، نايمين ولا في الاشغال؟ بس ما ينفعش افوت المنظر ده من غير ما تشوفوه طبعا يعني. ايه رأيكم؟ بصوا الجمال. انا بحب المناظر دي على فكرة اوي يعني. انا سبحان الله. دي القناطر، قناطر فينا طبعا، النيل والبحر. هنا النيل والجنب التاني بحر. والقناطر فينا ازاي، الدنيا جميلة. قلت لازم تتفرجوا معايا. جميل. مش شايفة مين عن الشبكة. يا أهلا، شوفوا الجمال معايا. هلا يا عبد الرحمن. مساء الفل، مساء الجمال. هلا يا أبو زهرة. دي قناطر تفينا على فكرة. أنا في تفينا دلوقتي، ودي القناطر بتاعت تفينا، وده نهر النيل، وهنا النيل والجنب التاني بحر. فالدنيا جميلة صراحة. مفيش ناس النهاردة. ده النيل على فكرة، ده النيل والجنب التاني. بصوا في القناطر، تحت القناطر الجو ايه اهي. الجنب التاني ده اللي جوه القناطر، ده الجنب التاني على طول بحر. فهنا ملتقى النيل مع البحر، القناطر في سينا. فقلت لازم تشوفوا الجمال ده والحاجات الحلوة دي، مقدرش اشوفها لوحدي في رحلة بقى وبتفسح. فقلت تفسحوا معايا، تنوروا البث، والناس تشوف الحاجات الحلوة بتاعت بلدنا. مع اني مفيش ناس يعني، ومفيش حد بيعمل مشاركات ولا حاجة، بس مش مشكلة، هيشوفوا بعدين. يا محمود، اخبارك؟ هلا يا محمود، ميرسي ليك. ايه رايك في الجو الممتع ده؟ لو دلوقتي ركبت مراجيح وركبت حصان كمان، وبصوا هناك كده اهي، واخر جميل يعني، في جنينه، واكلت سمك مشوي، والدنيا جميله. بجد الجو رائع حقيقي والله.
ولا جميلة؟ الله عليك يا مصر. يا حلاوتك يا بلدي، في نهر النيل كده، والشجر كده في أحضن النيل، والجنب التاني البحر، ودي القناطر. منظر جميل بجد. نوري. بس هي مش الحاجات الحلوة اللي أنا بمشي وأسافر وأروح وأجي وأتفرج بوريها لكم دي مش حلوة؟ الحاجات دي تستاهل إن انتوا تعملوا مشاركات يعني ولا إيه؟ يلا كده شجعوني كده. الله ينور عليكم. لا جميل المنظر بجد، الجو رائع 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 يعني، حقيقي رائع جدا بجد. هلا يا سيد، اخبارك؟ نورت الذمة يعني. انتوا لو عندك مكان زي ده وعندك ايه هموم الدنيا هتنساها وتيجي تقعد كده ولا تفكر في اي حاجة. لا لا والله والله الدنيا ما تستاهل، شغل وملل والحياة اللي بننام فيه بنصحى واليوم بيعيد نفسه. طب وليه؟ طب ما نغير جو ونغير كده من نفسيتنا شوية، نخرج نتفسح نشوف الدنيا. بلاش هيحصل ملل فعلا وكآبة لو فضلنا شغل ونوم وخلاص كده. لا حرام، انا ما اقدرش اعمل كده، لازم اغير. انتوا زي ما انتوا شايفيني كل يوم في مكان شكل، ما بحبش اقعد، مع اني بصحى بدري وبروح شغلي وبشوف بيتي وبشوف مسؤولياتي، بس برضه لازم اخرج لازم اتفسح، ماليش دعوه. انا عارفه انه مكان جميل. انت عارف ده فين يا ابو احمد؟ بص انا ماشيه فين، بص انا ماشيه في النص، خلي بالكوا بصوا اهو، ماشيه في سور كده في النص، يعني لو ممكن ابص لكم واسرح الاقي نفسي اوب غطست كده محدش يطلعني، وده نيل بقى فمفيهوش عوم يعني. بصي انتوا الاجمل. ما انا برضو قلت لازم تشوفوا معايا المكان الجميل ده، ما ينفعش ان انا اتواجد فيه وانتوا ما تشوفوش الحلاوه اللي انا شايفاها والمتعه وجمال ربنا اللي الواحد شايفه ده. بصوا هناك كمان، عايزه اكبر المنظر. بصوا هناك في الاخر، بصوا يعني انا كده كبرت لكم كده. بصوا الجنوب، ودي القناطر اهي، والجنب التاني بحر. يعني العيون دي، يعني النيل ده بيوصل في الجنب. بصوا شايفين العيون دي، الجنب اللي من هناك النيل بيصب في البحر، او البحر يصب كده يعني. بصوا العيون دي بتصب الجنب التاني، لما تعدي الطريق او اللي فوق ده تعدي الجنب التاني تلاقي البحر. اه بعرف اعوم، بس في البحر مش في النيل، يعني النيل ده ما جربتوش، ميته تقيله اهو، راقد اهو، ما فيش موج، وشكله عميق يعني اهو. مش عارفه اوريكم العمق، مش هيبان طبعا. بصوا هناك الكباري زي دي بتعدي عليها، شايفينها هناك، انا كبرت الصوره عشان تشوفوها اهي، وسط النيل بتوصل من مكان لمكان اهي، شايفينها بجد رائع 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 والله. مفيش حد عمل لي مشاركة يعني؟ يلا بقى نقولوا اي حاجة تانية. يلا يا ابو احمد كده روق كده علينا واعمل حاجة. انا هقفل، لازم انا عندي مشاركات كتير، بس انا لازم اقفل عشان اعمل مشاركة. بس ايه رأيكم؟ الجو جميل. طيب ماشي يلا، هتعمل مشاركة يا محمود؟ يلا بينا، هستناك. مع اني عايزة اقفل، تعبت من الوقت، هروح اقعد بقى شوية استمتع بالجو. بجد مكان رائع بجد.
مم. ميرسي. اعمل مشاركة يا أبو أحمد. يلا. تمام. الله ينور على الجمال وعلى الطبيعة اللي خلقها لنا ربنا، والحاجات الجميلة، طيور، سما، نيل، شجر، بجد أماكن رائعة والله. تمام كده. الله ينور عليا وعليكم. مكان جديد إن شاء الله، ويوم تاني ونصور في مكان أحلى وأجمل، مع إن أماكننا كلها جميلة ورائعة، ومتهيألي مش هلاقي أجمل من كده ولا أروع من النيل والبحر والقناطر والشجر، حاجات جميلة بجد. عشان كده مصر جميلة بلدي. الله عليك يا ولدي وعلى جمالك يا ولدي. المرة الجاية إن شاء الله هروح لكم مكان جديد خالص إن شاء الله بإذن الله كده. إن شاء الله هيكون الأقصر. آه، وهتشوفوا حاجات جميلة. وهروح القاهرة هوريكم برضه الأماكن الجميلة. كل مرة نشوف حاجة. تمام. كفاية كده. لو هروح الجنب التاني وافتح هوريكم الجنب التاني. ان هو جنبين زي ما قلت، والتفرق ما بينهم القناطر اهي. هو راح فين محمود؟ محمود يا محمود. التنانين حوالين النيل، وأماكن برضه الناس بتيجي تتنزه وتتفسح فيها. بس للأسف يعني دايما اللي بيبقى عنده شيء بيبقى مش حاسس بقيمته، مش عارفة ايه. يعني شايفة الدنيا فاضية. يعني أنا واحدة من الناس، لو أنا من هنا أنا كل يوم لازم أجي أقعد في المكان ده. يعني أنا عشان جنب البحر كل يوم بنزل أقعد على البحر، لازم أشوف البحر كل يوم. فأنا لو هنا فعلا كل يوم هاجي أقعد في المكان ده، مش هسيبه أبدا كده. مكان رائع. هنا كده المراجيح والكوثرية، شايفين. ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، قناة عالم مختلف، تشاهدوا فيها الفيديوهات. رأيكم يهمني، ادوني تعليقات، لايكات، اشتراكات، وأتمنى الفيديوهات تعجبكم إن شاء الله. وأنا بحاول والله أروح. أهلا بيك. أهلا يا عزيز إبراهيم، أخبارك؟ أنا موجودة. انتوا اللي مش هتبقوا موجودين يا جماعة. والله أنا بعمل بس على طول كل يوم في مكان شكل، وانتوا اللي مش معايا، مش عارفة ليه. ولا بتدخلوا على القناة ولا بتشاهدوا البث ولا أي حاجة. موجودة.
تنسوش قناتي على اليوتيوب، قناة عالم مختلف، الرابط موجود. اتمنى تدخلوا تشاهدوا وتشتركوا، تشاهدوا الفيديوهات ان شاء الله تعجبكم. اي استفسارات، اي اعجابات، اي انتقادات هتلاقوني على صفحة عالم مختلف. مستنية رسائلكم، اشوفكم على خير.